بسم الله. المرة التالتة. سلم خشب، وكالة الغوري. يا سلام، يعني من 600 سنة كانوا يجي المغاربة هنا شمال أفريقيا اللي جاي من آسيا يعسكروا هنا في المكان الجميل الرائع ده. مكان تجاري للمغتربين، مكان تجاري للمغتربين. يجوا الجماعة من شمال أفريقيا، تحديدا المغرب، تونس، الجزائر، ما هو ده شمال أفريقيا، وفي تاني موريتانيا، ماشي. فكان يجي التجار الأغراب اللي هم ضيوف يعني، ياخد الحانوت اللي هو الدكان أفق كده لحد فوق، كل دوت يأجره. هنا يحط بضاعته، هنا يسكن عماله، وهنا يسكن لوحده لو هو جاي لوحده، ولو جاي معاه حريمه أولاده وبناته وزوجاته. ياخد الطابق ده والطابق دوت، الطابق ده والطابق ده مفتوحين على بعض زي دوبلكس فيلا، وكان اسمها فيلا وما زال اسمها فيلا. فكان يأجر المكان أفقي لحد فوق، يخلص تجارته ويتوكل على الله يروح. من امتى بقى الكلام ده؟ من أكتر من 500 سنة، أكتر من 500 سنة المكان ده موجود. حبة الغوري، وكالة الغوري. ناخد صورة كده. والشبابيك دي لما كان يبقى فيه هنا حريم كانت تفتح هي تشوف اللي تحت، واللي تحت ما يشوفهاش. طبعا مش قادر اوصف لكم يعني حجم العمود دوت، العرض بتاعه قد ايه، حاجة ضخمة اوي وجميلة اوي يعني. والبنى يعني تحس ان هو لسه جديد، مش مثلا معدي عليه قرون، لا هو تحسه لسه جديد. هل بقى اتجدد في العصر العثماني؟ مش عارف. تحفة فنية بمعنى الكلمة. وكالة الغوري.
إنها رحلة كفاح يا صديقي. واحد بيصور بالعافية. بالعافية الواحد بيصور. مش كده الفيديو ما بيتبص بيه. تحفة، إنها تحفة فنية يا سادة. شغل بقى الأرابيسك اللي بجد، شغل البسك، اسمه بسك وسمي أرابيسك لأنه هو شغل عربي. نعم، أي نعم. وادي الحوانيت اهي اللي هي الدكاكين، وادي الصحن. ده الحانوت يا سيدي، يا سلام. وادي مكان الدكان، يعني ده كده كان الدكان. يجي هنا التاجر يخزن بضاعته، والسقف هنا على شكل قبة. الله الله، والله المكان هنا بارد. ايه ده، ايه ده، ايه الجمال ده. وهنا بصوا في زاوية اهي، الزاوية دي زاوية حادة، يعني ده حجر، هو حجر واحد منحوت بطريقة يعني مشطوف كده بالمصري وبالبلدي يعني. وده سلم صعود النجاح. اوصيكم اي حد عايز ينجح يجي يطلع السلم ده، بس ما يخليش حد واقف له تحت يسنده، لازم تطلع لوحدك. واطمن، هندعي لك، هندعي لك بالرحمة بالتوفيق. واو واو واو، اقسم بالله في هوا بارد خابط في جسمي. انا ماشي دلوقتي في هوا جاي في ايديا بارد. حكمتك يا رب. دي بقى ظهر الغرف، دي ظهر الغرف اللي كان بيسكن فيها التجار اللي هم جايين من بلاد خارج مصر. عشان كده الناس اللي كانت زمان دي كانت صحتها حلوه. لما درجة الحرارة بره 45 وهنا أنا حاسسها 20، لا يبقى اللي عمل الاختراع ده فنان. بالك كده عشان